انا حبي للخير هو اللي مجويني. انا راجل رياضي زملكاوي وبحب الزمالك، والزمالك دي بيجري في دمي، ومحدش يبات في بيتي الا لما يكون زملكاوي. انا محمد عبد النبي والشهرة عبسي. انا من قرية غزالة الخيس، مركز زي محافظة الشرقية. انا كنت انحرجت وانا طفل عندي 4 سنين سنة 86. والحرق دي كان عبارة عن حريق في البيت، والحرق دي كان من الدرجة الرابعة، بيقولوا عليه في الأطباء كده انه كان من الدرجة الرابعة. والوالد طبعا خدني ووداني مستشفى، اللي هو مستشفى القديمة، كان اسمه مستشفى العام، كان هو اللي كان موجود في الشرقية. وقعدت عن حوالي سنة ونص، من سنة لسنة ونص متواصلين في المستشفى. لدرجة الأخ الأكبر الوالد طلعه من التعليم علشان يقعد مرافق معايا. أنا عندي 42 سنة. 42 سنة دولي جيت الحمد لله فضل من الله. من أي واحد يجيله مرض أو تعب ألزم يقابله بالابتسامة، يبقى عنده عزيمة، يبقى عنده عزة نفس. أنا عندي الجرح ده إنه 30 سنة ما يلمش. عشان الحرق كان شديد. كان شديد. كان عندي الجرح كان إيه، كان قعد فترة جامدة ما يلمش، لحداية ما أنا جيت بترت رجليا. يعني انت بترت رجليك اليمين اتبترت كلها؟ اتبترت بسبب ان التعب دنه عن حوالي 30 سنة ما يلمش. انا كنت بعمل فيها كل سنة، كل مطول اعمل فيها عملية، اجيب من الرجل التانية احط في الرجل المقلومة. طيب ال30 سنة دول انت عايش في معاناة يعني ايه، متعايش مع المرض. الحمد لله فضل من الله. 30 سنة دول اللي عند بتر رجليك علموك ايه؟ علموني الصبر، وعلموني عزة النفس والإرادة في الحياة. اشتغلت جميع كل حاجة. أنا طلعت من الإعدادية من الأزهر، واشتغلت جميع كل أي حاجة عشان تصرف عن نفسك وتساعد ابوك. تساعد الوالد. كنت بعمل عمليات في نفس التوقيت ده، يعني اشتغلت في البيض محارة، اشتغلت ما كانش لسه الونشات دي طلعت، كنت بشيل زلط ورمل واطلع الدور الثالث والرابع والخامس. اشتغلت مع عيلة العناني، أكبر شركة فراخ في الدكهلية. كل يوم كان بيعدي عليك وانت بتشتغل رجليك فيها ألم كان فيها ألم لدرجة إن كان فيها حتات لحمة بتجع منها من رجليك. كان العمق بتاع الجرح، واللي يعرف كده الدكتور علي ابو كامل استاذ جراحه، وهو اول واحد، يعني اول واحد من اول ما انحرجت، وهو كان لسه طالب في الكليه. عارف حالتي وقف معاك. وقف معايا. هو اكتر واحد وقف معايا في رجليا دي حاجه من عند الله، دي قوه من عند الله. الصبر والابتسامه ديت من عند الله. تروح اخر اليوم تلاقي رجليك من التعب ناسفه، رغم انك المفروض تستريح طوال حياتك. لا، كان الحمد لله فضل من الله ان كان ربنا كان مديني الصبر والعزيمه في الحياه. وكنت بشتغل لدرجه كنت ممكن اشتغل يومين او 3. الكلمه كمان اقول احلى حاجه في الدنيا ديت حاجتين 2: عزه النفس والصحه. وحتى لعبت رياضه، لعبت كمال اجسام تبع معوقين، ولعبة رفع اثقال. كان الكابتن عبد الحكيم في الشرقيه، والكابتن رشاد برضه الله يرحمه كان في الشرقيه، كنت بلعب. انت قصدك ان لعبت كرة قدم تبع الاحتياجات الخاصة؟ لعبت كمان رفع اثقال، كمال اجسام تبع الاحتياجات الخاصة، وكنت فيها بتخش بطولات محافظة الشرقية؟ معايا بطولات وخشيت. وانا راجل رياضي، وكنت برضه بحب الكوره، وكنت بروح نادي الزمالك على طول، كمان انا زملكاوي وعارف اللعيبه ايام، يعني برضه من الالم ومن التعب ومن المصاريف. فمش كنت مواصل في التدريب، بس كان كل اي مدرب ما يشوفني يقول لي ان انت هتبقى حاجه، هتبقى كويس. كنت برفع في وزن 175 كيلو. يعني انت قصدك انك رغم انك انت من الاحتياجات الخاصه، لكن على الاقل هم معروف حالتهم، لكن انت الم يومي. لا، انا مستمر، انا لسه شايل رجليا. وبعدين كانت اخر عمليه اللي انا عملتها دي، طبعا كنت بعمل عمليه تجميل عاديه. الدكتور محمد فريد كان واخدني اعمل عمليه تجميل، فقال لي فحللوا رجليا لقى فيها كانسر، يعني شايل كانسر. ماشي، أنا شايل كانسر، والكانسر ده طبعا ألمه شديد جدا. راجل رياضي، عمري رياضي، وكنت بحب الزمالك، ورحت تاني نادي الزمالك
ايه اللي على طول. حببك في الزمالك؟ واحد زي مثلا حازم امام، زي عبد الحليم علي، ابراهيم حسن اول ما يجوا من الاهلي، ابراهيم وحسام حسن، عبد الواحد السيد. اللي انا حبيتها في الزمالك السوبر. السوبر الافريقي السوبر الافريقي اللي هو 94. اللي هو سنه 94 كان ايمن منصور. ايمن منصور. دي كانت احسن بطوله. وعندك برضو كانت بطوله 2004 كان احسن سنه، اللي هي سنه 2002 2003. انت قصدك جيل 2001 2002 2003 2004 اللي خدوا معظم اللي خدوا جميع البطولات كلها. طيب بمناسبه بقى السوبر، الكلام يذكر السوبر الافريقي بقى، الاهلي ولا الزمالك توقعاتك هياخدوه؟ انا اتمنى ان الزمالك ياخده، بس المشكله ان الزمالك الزمالك اللي تعبه اساسا الادارات اللي فيه، اداره تمسك في اداره دي كلها. هو الاهلي دي مش تعبنا في حاجه اساسا. وبعدين واحد صاحبي اهلاوي كان بيسمع الماتش والاهلي غلب، فانا كنت قاعد بره بقول لي يا عبس وانت زعلان عشان الاهلي غلب؟ قلت له انا مش زعلان عشان الاهلي غلب، انا زعلان على حالي. انا بقالي 23 سنه ما خدتش البطوله الافريقيه، والناس وانا المركز الثاني، والفرق اللي ورايا مش قادره تجيبني بقالها 23 سنه. ومن 5-6 سنين اللي كان الاهلي هو الاول، دلوقتي من 5-6 سنين مش كان جايبني، كنت تاني الاول. فانا علشان كده زعلت. انا خدت حاجه الخير دي من الوالد الله يرحمه، هو اللي علمنا الحته دي، وعلمنا عزه النفس، ماشي، وعلمنا مش نبص لغيرنا. وغير كده اي واحد تعبان كنت الزم ما اشوفه اقول له ابتسم للالم. الالم ابتسم له، مش تكشر له عشان مش يتعبك، هيهينك. انت ابتسم للالم. الالم ده بعلم النفر الاراده والعزيمه، وبعلم القوه، وبعلم كل حاجه، والصبر. يعني بعمل خير وبساعد في دفن الاموات، وعندي التروسيكل لو بجيب النعش، حد عايز النعش، حد عايز اروح في الجنازه. وانا خدت الحاجه دي من عم مرسي، اتعلمتها من عم مرسي الله يرحمه. الحمد لله، يعني اي حاجه بتبقى في الجنازه بروح اجيبها. النعش باخد الناس اللي هم كبارات السن اوديهم التراب، بجيبهم، بسوق الحمد لله، بسوق وبروح في اي حته. وعندي الارض بزرعها، كنت بزرع بصل وبزرع رز، وبنزل كل حته بزرع رز وبزرع اي حاجه كنت بزرعها واروح الغيط. يعني انت عندك كمان فكره على الفلاحه؟ عندي الحمد لله، بزرع بصل وبزرع رز وبزرع غله. بحب اقول للناس زي ما انا بقول كده، طبعا الفقر دي مش عيب، الفقر ده اللي يعرفه نعمه من عند الله. وبعلم النفر عزه النفس والاراده والتعب. التعب ده يعني حاجه حلوه، ان الواحد ما يقابله بالابتسامه، علشان حتى المناعه تساعد معاه. من عند الله. دي منحه من عند الله. تعلم الصبر والعزيمه والاراده. انا اهم حاجه الواحد يقرا قران. بحب قرايه القران طبعا، وربنا يكرمنا في الذريه يطلع حافظ القران. اقرا ثروت بيك اباظه، الدكتور شامل أباظة اخو الدكتور الاديب ثروت أباظة. دي كتاب حلف الافاعي او حلف الافاعي. حلف الافاعي ده اللي انا قريت فيه. بتحب مين بقى من الفنانين بتوع الشعريه؟ أباظة، احمد زكي، مجد المصري، شكري سرحان، محمد نجم. عندك برضو لعيبه الكوره برضو اللي هم الشراوه كنت عارفهم، ماشي. عندك اسامه حسني برضو، عماد متعب واحمد بلال. انا متزوج وعندي بسم الله ما شاء الله ربنا يخلي، عندي 4 اولاد. الحياه دلوقتي اصعب من الاول، واتمنى من الله ان ربنا يكرمني فيهم في التعليم. اللي ما كانش هيتعلم مش هيتعب في حياته في دنيته. فضل لله اولا ثم اولا، والوالد الله يرحمه، والوالده، وطبعا اخواتي طبعا، وعندك خلاني، وطبعا العيله مش ثبتني في اي حاجه خالص. وعندك الاستاذ الدكتور علي ابو كامل برضه، والاستاذ الدكتور محمد فريد،
والدكتور الاستاذ الدكتور علاء نبيل برضه، الناس ديت وقفت معايا وقفه كبيره. والدكتوره صفيه، الاستاذه الدكتوره صفيه القرعيش، بشكرها جدا. وبشكر البلده جميعا، هي وقفت معايا، واصحابي كلهم وقفوا معايا واشكرهم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.